فتلاقيها بتبيع على نفسها في الشارع وهي مش حاسه. وهي طبعا انا عايزه اقول لكم ان الطفل لما بيقوم يلاقي نفسه عامل حمام ولا بيبيع على نفسه، عايزه اقول لكم ان هو بيبقى صعبان عليه نفسه جدا وبيبقى زعلان جدا. فما نحاولش ان هو نضغط عليه، وقبل ما احنا نودي الدكاتره ونودي الدكتور النفسيا ويقعدوا يتكلموا معاه، تعالوا نتكلم معاهم احنا، وتعالوا نشوف ايه اللي مضايقهم، وتعالوا نشوف ايه اللي مفرحهم، وتعالوا نشوف ايه اللي احنا مقصرين فيه. ده بعض الاولاد بيخافوا يتعاملوا مع ناس لما حتى بيكبروا. يعني احنا بنقابلنا مشكلة لما الواحد بيكبر وبيبقى عنده عقدة من مكان. انا عايزة اقول لكم لما بيروح المكان ده العقدة بترجع عليه تاني. فليه احنا ما نعوضش عيالنا؟ نوديهم لدكاترة نشوف مشكلتهم ايه. في ناس بتبقى حساسة قوي قوي زيادة عن اللازم، فمش دايما نفضل نشخط فيهم ونزعق لهم وفي طبعا بيضربوا وفي بيشخطوا، لا، ممكن بالعقاب، ممكن بالحب، يعني واحدة واحدة عليهم. فدايما ما نعرضش عيالنا للمهدئات وللدكاترة ولده كله. ليه؟ طب ما احنا اللي في ايدينا السبب. في ناس مش فاضيه لعيالها. لا، ما فيش حاجة اسمها مش فاضية العيال ما تجيبهمش. فما فيش حاجة، هم ما ذنبهمش حاجة، لان هم فعلا هم اللي بيتعبوا قوي، مش احنا، لان احنا اللي خلفناهم يبقى احنا اللي نراعيهم. حضرتك انت لو جايبة زرعة بتسقيها عشان تكبر، صح ولا مش بتهتمي والله بيها؟ صح. فطبعا عيالنا لازم ناخد بالنا عليهم كويس قوي، وما